مساكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا من حولكم أن يصلوا ويسلموا عليه. من أمام الكعبة ومن هذه المشاهد الحية أنا سعيد جدا 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 أني أخاطبكم عبر هذه الشاشة وهذه القناة، لأني مؤمن أن كل مسلم يتمنى أن يعيش في هذه اللحظات التي نعيشها، وحقق الله لكم ما تتمنون. قلنا أن عبد الله نجا من نذر أبيه عبد المطلب. بعد ما نجا بفترة ليست بالطويلة أراد عبد الله أن يتزوج، يبغى الزواج، فذهب يخطب، فخطب امرأة شريفة من قبيلة عريقة كبيرة، فخطب آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. هذه أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تزوجها وعمره 25 سنة. تزوجها في مكة، وكانت عادة العرب الرجل يدخل على زوجته ويجلس في بيت أبوها 3 ليالي، الليلة الرابعة يطلع بها إلى بيت أهله، ثم لما جاء الليلة الرابعة أخذها إلى ديار عبد المطلب، إلى مكان قبيلته، فمكث معها 10 أيام. يعني مكث معها 3 أيام في بيت أهلها و7 أيام في بيت قبيلته وأهله، 10 أيام. وهذه رسالة لبعض الأخوات اللي فقدت زوجها مبكرا، بعضها ملكت عقدت النكاح ومات زوجها، وبعضهم الله يلطف بالجميع يعني مات زوجها في ليلة الزواج، وبعضها قد تكون العروس ماتت في نفس يوم الزواج، أو الأم ماتت في يوم الزواج، والأحداث كثيرة. نحن نعزي كل المسلمين، لكن نقول لكم في رسول الله أسوة، التاريخ يعيد نفسه، وهذه سنة الله في خلقه. شاهد الكلام أن مكث معها 10 أيام ثم ذهب. 10 أيام هذه حملت فيها آمنة، ما تدري أنها حملت. عبد الله وين راح؟ عبد الله تاجر وشاب، وهذه رسالة للشباب. الرجل عنده عمل وتجارة مهمة، ولا أجلها على أساس، أنا علقت تعليق لطيف، قلت بعض الناس عنده شهر عسل وشهر بصل وشهر مدري إيش، ونفرح أن تعيش حياتك، نعم، وأن تأنس بحياتك ما دامت في خير وفي طاعة وبحلال، لكن لما تكون هناك مصالح أولويات قسم ورتب الأولويات صح. عبد الله ترك زوجته وراح في تجارة إلى الشام مع مجموعة من الرجال في عير، وانتهوا من تجارتهم شهر في الشام، وهم راجعين طريقهم على المدينة عند أخواله بني النجار. مرض عبد الله وجلسوا اللي معه ينتظرونه، وهذه الرفقة والصحبة، فلكنه طال عليهم الوقت ومرض الرجل زاد، وقال لهم عبد الله أنا أذن لكم أن ترجعوا، روحوا لأني أنا ما أقدر أروح معكم، وأخبروا أبي بأنني مريض. وطلعوا اللي معه، ومكث تقريبا شهر في المدينة مريض. لما بلغ عبد المطلب بأنه ندى عبد الله مريض وهو يحبه، أرسل ولده الحارث قال اذهب الحق بأخيك وانظر ما الذي أصابه. طلع الحارث من مكة إلى المدينة. المفاجأة أنه يوم وصل قالوا له مات، وكان قد دفن في دار النابغة، دار معروفة في المدينة، دفن فيها. طبعا لما بلغ عبد المطلب خبر وفاته أصيب بذهول تعب شديد جدا، حزن على فراقه. يعني شبه بعض أهل السير محبة عبد المطلب بابنه عبد الله كمحبة يعقوب إلى ولده يوسف، من شدة حبه مع وجود بقية الأبناء، بقية الأم المسكينة يعني تنظر وترقب لهالبطن اللي يكبر، وهالولد اللي حكم عليه أن يكون يتيما وقبل أن يولد. وهذا أشد اليتم يقولون هو أن يموت أبو الطفل اليتيم وهو حمل في بطن أمه، يعني حتى أبوه ما شافه ولا ضمه ولا احتضنه. وأنا أقول رسالة إلى كل أبنائنا الأيتام، هذا يتيم رسولكم عليه الصلاة والسلام، لكنه نجح في حياته، لم يعقه اليتم يوما أن يكون سيد الأرض وسيد الدنيا، وأن يعمل وأن يخطط وأن ينجح وأن يشتغل. اليتم ليس عائق يا جماعة، ليس عائق. نعم، نحن نقول لمن يرعى الأيتام اتقوا الله في الأيتام، خاصة حينما يكونوا صغارا، وخاصة حينما يكون لهم مالا وحقوقا.
اتقوا الله فيهم، لكن ربوهم تربية. فإذا نشأ الرجل منهم أو الفتاة منهم علموه أن يتعلم وأن يعتمد بعد الله على نفسه، وأن يشق كما يقال طريقه وحياته. في يوم الاثنين بعد 7 شهور من موت عبد الله أبوه في شهر ربيع الأول، تقول أمه: ما أحسست بشيء مما يحسه النساء، لا بثقل بطن في الحمل ولا بآلام، حتى عند الولادة تقول: والله ما أحسست لا بطلق ولا بآلام، ولم أشعر بما يشعر به النساء. أراد الله أن يخرج وأن يولد وأن يبزغ النور وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فيولد صلى الله عليه وسلم ويخرج من بطن أمه ساجدا عليه الصلاة والسلام. هنا على المروة ترى ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. ولما ولد النبي عليه الصلاة والسلام هي تقول: رأيت نورا خرج منه أنار لي قصور بصرى في الشام، وفي رواية أنار لي ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله يا جماعة، الرسول ولد في ربيع، وكأن المعنى إيش؟ الربيع وشو؟ ربيع الأول، ربيع الأرض إذا أجدبت وطلع الربيع بعد الأمطار والمطر تصبح خضراء. كأن المعنى الأرض مجدبة مظلمة، الأرض فيها من الظلام ما الله به عليم. 650 سنة من بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة. ولذلك ميلاد النبي فعلا ربيع، كأن الدنيا بدأت تربع من جديد والأرض تخضر من جديد لوجود هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وولد مع بزوغ الفجر، وهذه رسالة ثانية: أنك ضياء للأرض، وأنك شمسها وسراجها وقمرها المنير عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى في مطلع الفجر يولد النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ولد في مكة، اللي ولد أمه الشفاء، هي القابلة الرئيسية، يعني اللي تولت إخراجه من بطن أمه. لكن ساعدها 3 نساء، يعني 4 حريم كان عندهن من الفزعة وعمل الخير الشيء العظيم مما عاد عليهن بالبركة. يعني كانت الشفاء، وكانت أم أيمن، وكانت امرأة اسمها فاطمة، وثويبة. 4 هذولي كل واحدة منهن بعد ما ولدوا أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة حصل لهم من البركة الشيء العظيم. أولا الشفاء من ولدها عوضها الله بإيش؟ يلا وين فزعتكم للناس؟ وين أعمال الخير يا جماعة؟ بعضنا عنده الخير قدام عيونه يقدر يسويه لكن يحرم التوفيق. رزقها الله بواحد من 10 المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف، أحد 10، وكان من أتجر وأغنى رجال المدينة. أم أيمن هذه عبدة عند عبد المطلب، أمة، رزقها الله بمن؟ بأسامة بن زيد، أحد الفاتحين وأحد المجاهدين وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العظماء. ثم بعد ذلك فاطمة أم عثمان بن أبي العاص، ابنها أصبح عالم من علماء مكة في هذا المكان، عالم من علمائها. ثم أيضا ثويبة كانت هي الأمة لأبو لهب، عبده رقيقة، فلما أخبرت أبو لهب بالمولود هي اللي بشرت أبو لهب، رغم أنه أكبر عدو عاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاءه الخبر يقال أنه من شدة فرحته قال لها: روحي أنت اعتقتي، ما أبغاك، أنت معتوقة. اعتقت وأصبحت حرة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أم أيمن اسمها بركة، ولعل هذه بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوافق اسمها مع بركة النبي. ووالله أني أشعر ببركة، وإخواني معي جزاهم الله خير في هذا الاستوديو، المصورين والقناة والقائمين والمخرجين والمتابعين في الكنترول، نشعر ببركة حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نتكلم عن أعظم شخصية. يا جماعة حط عندك كتاب في السيرة مختصرا تقراها على عيالك كل يوم، جيب لهم قصة. حنا نقعد نخبص على عيالنا ببعض الروايات الكاذبة، وبعضها يمكن منحرفة فكريا وسلوكيا وأخلاقيا، أو نقعد نضحك عليهم ببعض القصص اللي من نسج الخيال ولا لها أي قيمة. يا أخي الكريم، كل يوم تعال بقصة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحدث بها. اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسان بن ثابت: كنت أعقل، يعني على قولتهم رجال، يعني عمري ما بين 8 سنوات إلى 9 سنوات، كان في يثرب في المدينة. قال: سمعت يهودي يصرخ: يا أهل المدينة، بأعلى صوته، وكان مرتفع على مكان يعني
أطم مكان مرتفع واقف عليه. فلما اجتمع أهل المدينة عنده: ما لك ما الذي حصل؟ لماذا تنادينا؟ قال: اطلع الليلة نجم أحمد الذي ولد فيه. اليوم طلع في السماء نجم يدل على أن أحمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام ولد في هذه الليلة. هذه من العلامات، هذا دلالة أنه نجم لنا في سمائنا، وأنه بدر في دجانا، وأنه شمس في ضحاها، وأنه نور الأرض، وأنه ربيعها، وأنه سراجها، وأنه هو الحق الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. هذا الرسول تمسكوا بسيرته، طبقوا سيرته يا جماعة. والله العظيم إن سيرته تصلح أن تطبق في حياتنا كلها، حياتنا الزوجية وحياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية وحياتنا السياسية وحياتنا العسكرية وحياتنا المالية، في كل أحوالنا. ولذلك إذا تمسكنا بهذه السيرة لن يستطيع أحد أن يثني عنا شيئا حقيقة لمسناه وعرفناه ورأيناه من أمور أحببناها بين أيدينا. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم وأكثروا من الصلاة عليه، ستشفع لكم صلاتكم يوم القيامة عند ربكم، وستكون لكم سببا في نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة. ستتفرج بها الهموم وتغفر بها الذنوب وتقضى بها الديون. وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.